لو شفت الفيديو اللي اتكلمنا فيه عن الاي 57 هتاخد بالك ان لا جبت سيرة الكاميرات ولا قارنتها مع الاي 56 ولا قارنت الالعاب ولا الاداء، وعملت ده عشان الفيديو ده. ايوه، انت في المقارنة الشاملة ما بين السامسونج اي 57 والاي 56 اللي هعرفك فيها ايه الاحسن فيهم وايه اللي يستاهل فلوسك ومين اللي تشتريه. وللاسف انا رايي اتغير عن الاي 57، يعني هتشوف كلام مختلف عن اللي قلناه في الفيديو اللي فات، لان مقارنة الكاميرات طلعت صدمة. فيلا من غير ما نضيع وقت كتير، يا ريت ما تنساش اللايك لان القناه بتمر بظروف صعبه دلوقتي، واللايك بتاعك ده بيساعد الفيديو انه ينتشر اكتر. ومن غير ما نضيع وقت كتير يلا بينا تعالى نتكلم عن الشاشات، لان انا احترت في حته السوبر اموليد بلس اللي سامسونج حطتها في الاي 57. المواصفات اللي هقولها لك دلوقتي تمشي على الشاشتين، لان هم نفس الشاشه اللي بتيجي بحجم 6.7 انش بابعاد 1080 في 2340 بكسل بمعدل كثافه بكسلات 385 بكسل لكل انش. معدل كثافة بكسلات 385 بكسل لكل انش في الشاشة دي، وده يعتبر معدل كثافة بكسلات قليل جدا، بس بيجوا بمعدل ريفريش ريت 120 هرتز وداعمين للاتش دار 10 بلس، ومعدل سطوع بيوصل ل 1900 نتس بيك برايتنس، والسطوع العادي بيكون 1200 شمعة. ولما قعدت ادور على فروقات ما بين الشاشتين، السوبر اموليد اللي موجودة في الاي 56 والسوبر اموليد بلس اللي موجودة في الاي 57، وقعدت ابص على الالوان الشاشات وقلت مثلا طالما سامسونج قالت سوبر اموليد بلس فمعنى كده ان الالوان هتبقى زاهيه اكتر وفاقعه، بس ما لقيتش الفرق ده واستغربت طب ليه موجود سوبر اموليد بلس. وبعد شويه تدوير اكتشفت ان التقنيه دي ملهاش علاقه بالالوان اكتر ما لها علاقه بتوفير البطاريه، ومغيرين فيها رصه البكسلات، يعني هو نفس عدد البكسلات في الجهازين بس رصه البكسلات مختلفه، فبتخليك تحس ان المحتوى شارب اكتر وكمان سطوعه اعلى، بس الحاجه اللي مركزه عليها هو التوفير في البطاريه. والكلام ده فعلا خدت بالي منه، يعني في اللقطه دي هتحس ان اللون الاخضر برايت اكتر عن شاشه الاي 56، اسطع مش فاقع، لا منور اكتر. فبس التقنيه دي ملهاش علاقه بالالوان، لها علاقه بتوفير البطاريه، واللي ممكن تطلع في الاخر جمله تسويقيه لسه هنشوف. والحواف بقت اصغر بكتير عن الاي 56 والفرق ملحوظ لو حطيت الجهازين جنب بعض. حواف الاي 57 بقت مقبوله جدا، غير بس حته الحافه السفليه اللي لسه اعرض شويه مش سيمتريه شبه باقي اجهزه الفئه المتوسطه. فانا بالنسبه لي تطور الشاشه مش الافضل بس مقبول. ومن الحاجات اللي اختلفت جدا عن الاي 56 هو المتانه وجوده التصنيع، يعني الاثنين ممتازين برضه في النقطه دي، لسه بيجوا بظهر من الازاز مع فريم من الالومنيوم، بس التفوق هنا رايح للاي 57 في حته شهاده مقاومه الميه، انه بيجي بشهاده مقاومه ميه اي بي 68، بينما الاي 56 بيجي بالاي بي 67. والفرق ما بينهم ان دي بتسمح ان الجهاز ينزل تحت عمق متر ونص لمده نص ساعه تحت الميه، بينما الثانيه بتسمح ان هو ينزل لعمق متر بس لمده نص ساعه تحت الميه. مش الفرق الواو ما بينهم، مش مثلا حاطين لك الاي بي 69 كي بس شهاده مقاومه الميه في الاي 67 اعلى، وكمان الجهاز نفسه بقى ارفع واخف، ولسه محافظين على نفس حجم البطاريه في الجهازين. الاي 56 كان بيجي بسماكه 6.4 مللي، بينما الاي 57 دلوقتي بيجي بسماكه 6.9 مللي، والوزن بدل ما كان 198 جرام بقى دلوقتي تقريبا 180 جرام. وطبعا انت شايف الاثنين تقريبا نفس الديزاين، الفرق الوحيد في التصميم ما بينهم هو شكل بوكس الكاميرات اللي تحس بقى حواليه هاله ضوئيه كده فخليته منور شويه. واحد هيجي يقول لي طب يا ابو حميد ما دي ميزه، طالما التصميم هو فمعنى كده ان الاكسسوارات بتاعه الاي 56 هتنفع للاي 57؟ لا، لان بوكس الكاميرات عشان يضيفوا الحلقه المنوره دي خلوه اعرض، فانتبه يا صديقي ان الجرابات مش هتركب على الاي 57. والاثنين برضو بيجوا بطبقه حمايه مميزه على الشاشه، الكورنينج جوريلا جلاس فيكتس بلس، وتقريبا ده افضل طبقه حمايه موجوده في الفئه المتوسطه، مفيش بس غير جهاز تاني واحد هو اللي متميز في حته طبقه الحمايه دي. لو انت عرفت ايه هو اكتبه لي في الكومنتات. ابو حميد لخص، خش في التقيل على طول، اتكلمنا عن الاداء. طب ما انت عارف يا صديقي الاداء، سامسونج لسه بتيجي بمعالجات اكزينوس بتاعها. الاي 56 بيجي بمعالج اكزينوس 1580 اللي بمعماريه تصنيع 4 نانومتر مع معالج رسومي اكس كليبس 540. كل جيل بقى زود 100 على رقم المعالج ده، يعني الاي 57 بيجي بمعالج اكزينوس 1680 ومع معالج رسومي من نوع اكس كليبس 550. ومن ضمن الكلام اللي قلته لك في الفيديو اللي فات ان المعالج ده اقوى، بس لما تحط سكور الجهازين دلوقتي جنب بعض بعد ما اختبارات انتوتو خدت وقتها للمعالج ده، فرق القوه اللي كنت قلته لك ما بينهم اللي هو 50% نزل دلوقتي ووصل لحوالي 12%. وده ليه؟ لان انتوتو نفسه مش مقياس. اختبارات انتوتو لازم تبقى واخد بالك ان هي بتتغير من وقت للتاني، ممكن اصلا تلاقي الفرق بعد اسبوعين 3 شهر الفرق رجع كبر ما بينهم تاني، هي بس مجرد بتديك صوره عن قوه المعالج ده. والفرق ما بينه وما بين معالج الفئه المتوسطه الاشهر دلوقتي السناب دراجون 7 جين 4
حوالي 10% اللي موجود في اجهزه كتيره وقلت لك عليهم كلهم في الفيديو اللي فات. بس ال7 جين 4 ده بيدعم ال 90 فريم في بابجي، وال 1680 يعتبر اعلى منه بالقوه. فهل مطورين الالعاب هيدعموا المعالج ده انه يلعب 90 فريم؟ هو المعالج يقدر، بس لحد دلوقتي الجهازين بيلعبوا بابجي على 60 فريم. واعذروني لان انا لما دورت، انا مش من محبين بابجي، بس عرفت ان سموز واكستريم ده معناه 60 فريم، اكستريم بلس ده 90 فريم، وادائها مستقر اكتر على ال 1680 بتاع الاي 57. بس في المهام اليوميه التجربه تقريبا كانت نفسها من الجهازين، لان واجهه سامسونج نفسها مساعداهم في النقطه دي. فما هتلاقيش مثلا لما بتجرب سرعه فتح التطبيقات ما هتلاقيش تطبيق بيفتح اسرع من التاني. الفرق ما بينهم في الاستخدام اليومي بيكون بسيط جدا. طب يا صديقي اللي يفرق لنا هنا في نقطه الاداء ايه؟ هي الواجهه وسنين التحديثات. ال 57 يعتبر اول جهاز من سامسونج دلوقتي بتفتحه من العلبه بيجي بواجهتها الجديده ال1 يو اي 8.5 اللي معتمده على نظام تشغيل اندرويد 16، بينما الاي 56 لسه في وقت تصوير الفيديو ده ما جالوش التحديث بتاع ال1 يو اي 8.5 وشغال حاليا على نظام ال1 يو اي 8 اللي مبنيه على نظام تشغيل اندرويد 15. وسامسونج كانت وعدك في الجهازين ب6 سنين من تحديثات الاندرويد و6 سنين من السكيورتي ابديت، ومفيش جهاز تاني في الفئه المتوسطه بيديك عمر التحديثات ده. ومن الكلام ده نستنتج ان هيكون في فرق سنه من تحديثات الاندرويد لصالح الاي 57، ودي حاجه تاخد بالك منها لو هتفرق معاك. ولو بتسال فالاتنين بيدعموا الاي سيم والان اف سي، وانا افتكرت ان كان في حد سالني على السؤال ده في الفيديو اللي فات. مستشعر المكالمات موجود وحقيقي فيهم هما الاثنين، وفيهم برضو سماعات ستيريو. وتعالوا ما نسمع تجربه الصوت. اما البطاريه فهي بتيجي بنفس الساعه فيهم هم الاثنين، وبنفس قدره الشحن ال 5000 ملي امبير مع قدره شحن 45 واط. وهل بقى التقنيه الجديده السوبر اموليد بلس هتفرق في البطاريه؟ ده اللي لسه هنشوفه في المقارنه الجايه لما نتعمق فيها اكتر، ونتعمق في جزئيه الاداء بالذات. انا قلت ندي فرصه للمعالج بحيث ان هو ياخد وقته ونشوف هل هيظهر فرق جوهري في الاداء ما بينه وما بين الاي 56. والفيديو ده نركز فيه اكتر على تجربه الكاميرات اللي انت سعادتك لسه لحد دلوقتي ما عملتش لايك عشان تشوفها. واللي مسهل علينا الموضوع ان هو نفس السيت اب اللي موجود في الاي 56 هو اللي موجود في الاي 57. وفي ناس كتير متضايقه من الجزئيه دي، بس قلنا ممكن يطلع في فرق في المعالجه، فبالتالي غضب الناس يمتص شويه. والسيت اب ده مكون من 3 كاميرات الاساسيه منهم بدقه 50 ميجا بكسل بفتحه عدسه اف 1.8 وفيها مثبت بصر حقيقي واي اس، والثانيه دي يا سيدي ال 12 ميجا بكسل بفتحه عدسه اف 2.2، والثالثه ال 5 ميجا بكسل للمايكرو اللي بفتحه عدسه اف 2.4. وانت طبعا عارف العدسه المايكرو دي ايه، كمل انت بقى. اما السيلفي فهي 12 ميجا بكسل في الجهازين، والجهاز بيقدر يصور فيديوهات بجوده 4K على 30 فريم في الثانيه. الصراحه لما نحط صور الجهازين جنب بعض ابقى بكدب عليك لو قلت لك ان في اي فرق ما بينهم. انت ممكن اصلا لو خفيت لك اسم الجهازين دلوقتي لا تعرف ايه الصوره اللي طالعه من الاي 56 ولا الصوره اللي طالعه من الاي 57. هياها نفس الصوره بنفس التفاصيل بنفس طريقه معالجه الالوان. اللي خدت بالي منه شويه ان اللون الاسود بيبقى اكيوريت اكتر في الاي 57، بيكون اسود فعلا مش باهت شويه شبه اللي موجود في الاي 56. انا مع نفسي قلت ان ممكن ده يبقى عيب، بس برضو لما فكرت فيها اصلا طريقه معالجه الاي 56 كانت كويسه جدا، ودي اللي كانت مخلياه مكتسح الفئه المتوسطه، فهم مش هيعرفوا يعلوا على طريقه المعالجه دي نفسها. الفرق ان هم يحسنوا العيوب اللي كانت موجوده في تصوير الاي 56. واللي خدت بالي منه انه تحسن هو الفليكرنج اللي كان موجود في تصوير الفيديو، انك تحس ان الصوره ضبابيه شويه كده، تحس ان عليها شبوره، وده تحسن ما بين تصوير الفيديو في الاي 57. واللي تحسن برضو شويه هو التصوير الليلي، النويز بقت اقل فيه عن الاي 56. بس بعيد عن العاطفه والابجريد اللي لا يحترم، انا كان نفسي يحطوا عدسه تيلي فوتو قوي في الجهاز ده، كانت هتفرق جدا وهتنقل تجربه التصوير. البتنجان كان هياخدها وياخد الكاميرا في حته تانية، بس ده ما يعتبرش تطور حقيقي، مش الحاجه الواو اللي تخلينا مبهورين بالاي 57. وده رايي انا الشخصي، اتمنى برضو اعرف رايك انت، شفت ايه في تجربه الكاميرات. الفرق ما بينهم في الكونكتيفيتي برضو هو اصدار الواي فاي. نسخه الواي فاي اللي موجوده في الاي 57 هي الواي فاي 6A، بينما تقنيه الواي فاي اللي في الاي 56 هي الواي فاي 6. واصدار البلوتوث مختلف ما بينهم، بلوتوث 5.3 في الاي 56 والبلوتوث 6 في الاي 57، والاثنين بيجوا ببصمه اوبتيكال تحت الشاشه، وهي نفس سرعه الاستجابه ما بينهم. فخلاصه الفيديو ده يا صديقي ان الحماس اللي كان موجود عني في الفيديو اللي عملته عن الاي 57 قل شويه، وده لما فصلت حته العاطفه ان الجهاز جديد. هو فيه تطور، بس التطور مش
مش الواو، مش الفرق الكبير ما بينهم. وده اللي هيخلي مثلا لو شخص بيشتري جديد ومزنوق في الفلوس شويه مش هيقدر يجيب الاي 57، يجيب الاي 56، لان مش دي التجربه اللي هتنقله من وضع لوضع تاني. اما طبعا لو انت الميزانيه عادي بالنسبه لك وهتشتري جديد، فانا ارشح لك الاي 56 اكتر. وعلى الرغم من كده انا متاكد ان الجهاز ده هيحقق اعلى مبيعات موجوده في الفئه المتوسطه، وده لسببين: اولهم هو اسم سامسونج، وتانيهم ان الجهاز ده فعلا كويس. يعني ما اظنش ان في جهاز هيقدر يعلي عليه في حته معالجه الصور دي، مش مجرد ارقام على ورق وخلاص، شبه ما بنشوف في معظم اجهزه الفئه المتوسطه اللي هو يديك كاميرا ويقول لك 200 ميجا بكسل ونجري ورا ارقامه بس. فانا ادور في الكومنتات على رايك في الجهاز ده، وعايز اشوف هل انتم متفقين مع رايي، وهل شايفين ان في فرق كبير ما بينه وما بين الاي 56 ولا لا.